مش مصدقه، طعمه عامل زي التطبيق الحقيقي بالظبط. انا جربتش. 맛있어. 이렇게 노브라 썼어. 지 혼자 계단에서 구르고 섹시얼을 하더니만. صباح الخير يا حلوين. النهارده هقدم لكم فيديو جديد عن يوم كامل بالكوري. هاكل اكل كوري وهلبس لبس كوري وكمان هعمل ميك اب كوري، وبالمره هنتكلم كوري كده في النص، وهنسمع كمان مسلسل كوري. فاليوم كله هيبقى بالكوري حرفيا. فمحبين الكدراما واللغه الكوريه هتستمتعوا جدا بالفيديو، فتابعوا الفيديو للاخر يا حلوين، ويلا بينا بقى نستمتع يا حلوين. بدايه اليوم بقى هنغسل وشنا بالغسول بتاعنا، وكمان هنغسل اسناننا. ده روتين اي بنت في العالم، مش بنت كورية بس. فيلا. طيب يا حلوين، اول حاجه بقى هنلبس لبس كوري. انا جبت لكم نوع ستايل كده، هو بسيط جدا اهو. هو ده اللي انا هلبسه. فيلا بقى بينا نشوف الهدوم اللي انا هلبسها، وكمان بقى هحط الميك اب بالمره. وبعد كده بقى هنبدا بالفطار الكوري الجامد جدا. بصوا، هو ده بقى اللي عندي. دي هلبسها بقى تحت زي بتاع الابيض ده، ماشي. واللي فوق هلبس اللي بتاع دي، ماشي. وده بقى البنطلون الجينز. بصوا هلبس كل حاجه بقى وهوريكم، هنشوف هو كوري ولا لا. وهنا بقى كنت بوريكم الاوتفيت الجامد جدا ده. بعد كده بقى بدأت في الميك اب الكوري. حطيت بقى الفاونديشن. هما بقى عندهم في كوريا بيحطوا الفاونديشن وبيحطوا عليه برضو كريم مرطب علشان يديهم لمعة بسيطة كده، فدي حيلة الكوريين. وهنا بقى بدأت احط الفاونديشن بعد ما حطيت عليه المرطب علشان يدي لمعة، وبدأت اطبطب البيوتي بلندر وكده. شفت نفسي حلوة ولا ايه؟ و بعد كده بقى حطيت الهايلايتر على هيئة اي شادو، حطيته تحت عيني وحطيته فوق عيني بالظبط علشان يدي لمعة كده بسيطة زي ما هما بيعملوا بالظبط. وبعد كده عملت ايه تاني؟ بعد كده بقى بدأت امسح الحاجات والزيادات اللي كانت عند عيني، وبشوف الموضوع نفع ولا لا. هو كان يعني بس حلو. بعد كده بقى وريتكم عيني وهي عليها الهايلايتر، وكده بقى بننضف الزيادات وبنطبطب على بشرتنا. بعد كده بقى هنحط الليب مول. انا ما عنديش روج لونه فاتح او بينك، فانا استعملت الليب مول دي اللي هي مرطب شفايف برضو، كانت ادت نفس اللون بتاع الشفايف الكوريين برضو. وبعد كده بقى حطيت البلاشر خفيف برضو، بنطبطب حرفيا. يعني هو الميك اب اصلا خفيف، بلاشر اصلا يعني يعتبر مش موجود، حطيت خفيف جدا. بنحط بقى على غدوتنا من هنا وغدودنا من هنا. وبعد كده بقى حطيت الماسكارا. الكوريين اصلا ما بيستعملوش ماسكارا، بيحطوا اصلا رموش ويحطوا فوقها ماسكارا كمان، فانا ما بحبش الموضوع ده فبحط ماسكارا. وبعد كده بقى شفت الشكل النهائي. قمر 14 يا جماعه، او ماي جاش. بس هنا بقى بدأت احضر الفطار. قطعت شطة خضراء الصبح، حاجة فظيعة طبعا. قطعت الشطة كده شرائح بسيطة جدا. وبعد كده استعملت برضو البصل. بس البصل يا جماعة انا استعملتش منه كتير عشان ما ينفعش نستعمل بصل كده على الصبح، فاستعملت يعني عودين كده حرفيا يعني. قعدت بقى اقطع لحد ما اخليه مفتفت حرفيا علشان بقى يتعمل مع البيض ويبقى طعمه حلو. نقطع. يلا الشيف عايدة شاطرة. بعد كده بقى لميت كل ده في الصحن. ندخل بقى تمام. بعد ما نخلص بقى هنحط البيض. هنكسر بقى ال3 بيضات دول. يلا ادي اول واحدة، دي التانية، يلا التالتة. بعد كده بقى ايه؟ هنقلب. سامعين الصوت الرائع ده؟ صوت الشيف براك حرفيا جمدان. شفتوا الطلعة دي؟ موتزاريلا يا جماعة، موتزاريلا. اوكي،
طيب بعد ما عملت العك كده هحطه بقى في الطاسة، احط عليها شوية زيت، شوية صغيرين مش كل ده، ايه اهدار في الزيت. طيب بعد كده اول ما الزيت يغلي هنحط بقى اللي بتاع دي لفائف البيض الكوري، نحط بقى واحدة واحدة كده لحد ما يعمل معانا الشكل اللي احنا عايزينه، الشكل الدائري. اوكي، اول ما بدأ يعمل بقى بس. وهنا بقى كان البيض اتعمل واستوى، بدأت بقى اقلبه على هيئة ساندويتش كده، بس هو اخد وقت على ما اتقلب معايا، بس الحمد لله قلبته كده. هي دي بقى الطريقة اللي بيعملوا بيها. ونشوح بقى الجزء اللي فوق نخليه لون ذهبي كده، ايوه زي ما انا عامله كده. خلينا بقى البيض بقى لون ذهبي من هنا ومن فوق ومن تحت. طيب هنا بدأت احط البيض بقى علشان اقطعه بالسكينة زي ما هما بيقطعوه كده، هما بيقطعوه قطع قطع كده، بس قطعوه بالراحة يا جماعة علشان البيض ما يتفكش منكم زي ما عامل معايا كده. بس كان سخن جدا، شايفين بقى البخار اللي طالع ده. بعد كده بقى حاولت ان انا اقطعه الحتة اللي هناك دي عشان ما كانش فيها بيض، ما كانتش راضية تتقطع معايا، كان فيها بس ما كانش فيها صفار، كان فيها بيض بس. فحاولت ان انا اقطعها كده زي ما انتم شايفين. كانت جامدة اوي، ما كنتش عايزة تتقطع. بعد كده بقى رتبت البيض كده علشان يدي الشكل التقليدي الكوري اللي هما بيعملوا بيه، ايوه هو كده. بعد كده بقى حطيته في الصحن بتاعي ده علشان ايه، هنبدأ بقى نفطر. لميت كده كل حاجة، ايوه كده. وبعد كده بقى بدأت ارش البهارات، رشة ملح ورشة فلفل وكل حاجة كده في المطبخ رشتها. بعد ما عملنا الفطار هندوق بقى ونشوف لفائف البيض دي، ونشوفها بيقولوا عليها الكوريين ايه، حلوة ولا لا. خطيرة قوي يا جماعة، طعمها حلو قوي قوي، لا بجد حلوة، جربوها. انا كنت مفكرة ان انا عاملة عك وكده فمش مش هتبقى حلوة، بس لا جامدة. الكوريين بيخترعوا حاجات طعمها حلو قوي قوي، مش محتاجة عيش على فكرة، مش محتاجة عيش، جامدة قوي. يلا نقول بقى ماشيستو تاني. ماشيستو دي يعني طعمها حلو يعني، ماشيستو لا كورية يعني. بعد كده بقى هنشرب العصير. بسم الله. على فكرة يا جماعة هي فيها بروتين وحلوة في كل حالاتها، ومش محتاجة عيش عشان انتوا يعتبر محمصينها اصلا، فمش محتاجة عيش. طعمها حلو قوي، والشطة والبصل اللي احنا حاطين مخليين طعمها خرافة، والبهارات بقى اللي احنا حاطينها فوق اللي هو ملح وكمون والحاجات دي مخليه طعمها تحفة. جربوها. بالنسبة للناس اللي ما بيحبوش البيض هيحبوه بالطريقة دي وبالوصفة دي بجد يعني، جربوها كده. جه بقى وقت الغدا، فكنت عامله التقبوكي ده من امبارح، جبت عجينه الرز وعملتها وبعد كده حطيتها في التلاجة. ودلوقتي بقى هنغلي اسمه ده التقبوكي، وهنحط برضو معاه الاندومي، هو بيتعمل زي الاندومي بالظبط. هنسيبهم بقى شويه، تمام. نقلب الشيف عايد يا جماعه، بسم الله ما شاء الله عليه. جمدان. بعد كده سامعين بقى الصوت ده، بموت في الصوت ده. بعد ما استوى شويه هنسيبه برضو شويه لحد ما يبقوا يتماسكوا هما الاتنين كده. وهنا بقى هنعمل الصوص، هنحط اسمه ده، نحط شطة خضراء ونحط شطة حمراء وليلتنا بيضة. وبعد كده هنحط صلصة، وبعد الصلصة هنحط شوية بهارات بقى، فلفل، ملح، اي حاجة. حطيت الشطة الحمراء اهو
بسم الله ما شاء الله عليا، بموت نفسي بالحي حرفيا. وبعد كده بقى قلبت، بدأت اقلب 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 اقلب. على فكرة الصلصة دي اصلا كانت متخزنة، علشان كده بقى ايه اخدت وقت على ما عملت. طيب بعد ما قلبنا، نقعد نقلب للصبح بقى يا عايدة ولا ايه؟ قلبنا 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 قلبنا، وخلاص يا ستي، خلاص يا ستي الشيف. وبعد كده بقى هنحط البهارات، حطيت فلفل وحطيت مش عارفه، بصوا انا مش عارفه، انا هلاقي الحاجات دي في المطبخ، لقيتها كلها في المطبخ. شوفوا بقى الجمال الجمال الجمدان، وسامعين الصوت، واو روعه 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 روعه، جمال ما بعده جمال، يستاهل جايزة نوبل الصراحة يعني. هنا بقى بوريكم التقوية الجميلة اوي دي، واو. طيب يا حلوين، كده بقى نكون عملنا التقوي بالاندومي الكوري. انا متحمسة اوي. وكمان كان فاضل فراخ من امبارح، جبتها وحطيتها كمان على الاكل يعني، متحمسة معايا. فهنبدأ بقى كده ناخد كده، يكون الطبق جاهز يا حلوين. يلا بقى ندوق ونحكم. بسم الله. دي تقوية حلوة اهي. مش مصدقة، طعمه عامل زي التطبيق الحقيقي بالظبط. انا مجربتش اللي هو الكوري ده، بس بجد بتحسوا بمطة كده، جميل. نجرب بقى الاندومي. انا طلعت طباخة يا جماعة، انا معرفش. حتة بقى فرخة مصرية أصيلة. كنت هموت كده واجرب التبوكي ده، اللي هو انا عايزه اجربه يعني، هجربه. حاولت عملت كذا مره مطلعش حلو، بس المره دي بجد لا. المطه، فاهمين المطه اللي هي لما بتيجي تاكل حاجه كده بتحس ان هي بتمط كده، عامله زي اللبان حرفيا، جامده قوي. لا بجد يا جماعه، انا كده بقى هعمل التبوكي ده كل يوم، او هعمله مره واحده كده، اللي هو هقطعه واحطه في التلاجة واسيبه بقى لليوم اللي على حسب مثلا ايه يجيلي مزاج اكل تبوكي. لا بجد 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 خرافه خرافه خرافه، وعامل زي بتاع اللي هو الكوري اللي هو بالظبط. طيب يا حلوين، نختم يومنا بقى بحاجه مسكره زي البرتقال كده، وهنسمع مسلسل كوري اللي هو عداء جميل. اللي هو المسلسل ده انا سمعته كذا مره، بس برضو ما بشبعش منه. حرفيا نفس السيناريو، بس برضو ما بشبعش منه. فانجوي. وكمان نسيت اقول لكم الطاقيه دي انا لسه لاقيها دلوقتي، فقلت ايه اتصور بيها بقى بالمره. 걔 아니야 유선재? 얘네 연예하긴 끼가 없던데. 백인형 오디션 보러 가나 봄. 크크. 여기 어디래? 오디션 봤어? 너 뭐야? 여기에 선재를 왜 데리고 와? 내가 말했지? 이런 데 발도 들이지 말게. 소리야. 선재 아버지 연락 받고 갔거든. وبس يا حلوين، ده كان يومي باختصار. متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب القناه، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم اللي بيحبوا كورياوي. انيو.